يا أيها الذين آمنوا صلوا
على
شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده فأشهد سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله والمبلغين خلقه وقرته ونفذه عبد أرسله الله العالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأرى الله به من الأمة فاشهد كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستضعفين أزواجا وقبرا منيرا فما أعظمها من منة ذكر الله على البشر وما أسعاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجتماعها وزكى التحيات وسعيها على هذا العبد الذي وفى بعقل العبودية ودرس فيها في خلع الكمال وقام بعقل الربوبية في باطن الخدمة بالله وقبل عليه غاية القضاء صلاة يتصل بها المصلي عليه فيرصد في قلبه نور يتعلق به وحبه فيحيط بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين رضوا هذا المجد بقلبه وتغيروا إلى الأشرار الأصلي بوجهه وحبه ما عطر الأذان بنشر ذكراه
الله
مخصصا في من خصصا فكان مستقرا بالأصحاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى ولا سمع بالشهادة بشر لا كالبشر ونورا بين أفكاره وبارا فتعلق لكلمة الواقع بهذه الحروف كي رحم فيه أهل الإخلاص ما ولديه من عجائب ذلك النور معلوم فإن كانت الرسول في العشر أوصاف ذلك الوصف تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين وتنويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فلا تعرف الأعلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدبير ما أردت من يا أشراف المخلوقين وما أرغب الله في المؤمنين وفضل الذي حمد العالمين وبقي الآيات والفرقان والشهر على الرؤية والشهور والسنين دعت على العباد الحوار الكريمة ودعت التشوق إلى السماء وأوصافها العظيمة فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع يتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن القلم يخلق ما يغلق فيه الأنام مما استفاد القدر وصفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن الشمائل وهناك لا بنا ما بلغ إلينا فيه شأن هذا الحبيب بأخبار وآخر ليتجرب بذلك الغلام والرعاس فتنسى فيه ذات الأسماء والبصائر وقد بلغنا في العادة المشهورة أن على الشيء الله المدعى في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق منازل العالم ومنه تورع الوجود خلق على خلق فيما أتت وما تقال جعلت الرزاق يسألني عن جابر عن الله وصبر الله المقال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن عن شيء خلق الله ما شاء قال يا جابر إن الله خلق الأشياء نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت على النبي في الخلق وآخرهم في البحث وقد تعددت الرواية لأنه على الخلق وجودا أشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية هؤلاء قدرة خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية تستعرض عند هذا النور المبين أصلها وجود من شرعه للعالمين فتلقى هذا النور بعد مدح وإبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى العلم الجليل إلى من خصته بقوله نبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخلوق يا من سيد الكريمة عاملة فتلقى صلى عبد الله بلغ إلى ربها وضمن ويشاء وهذا عن الله
وجود الليل على عالم الوجود النتيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة عن خلقنا على المسدود ليضرب صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور فقد العمر على من الله عليه النعمة بالخواص الأمة ليغضب عن نقمة أمة أليس من جناب المسعود يشارك الله في هذا الصفات الممدود عظم البدع عن سيدة مريم والسيدة آسيا ومعاهما من الأهوال العين بل عظم الله من الشراب العصمة الوافية فأدلعت الذي رضي الله على أرضه وجود هذا المولود فأعظم الكمال من النور عن عنود وبرز الحامد المحمود ودعينا من الله التعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتصرنا بنا صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن عنابته بطون الأوراق. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا خصوصية فما من خلق في
وجود إلا وهو ربنا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه ولولا في مجدي ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاد بعيانه وعد نصب القلم في نجم ما قال العلم وما يعين للنبي الكريم أين يتم أمر الله يا العلم المبرر من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. معسول مني أن أمسك عينة القلم في هذا المقام وقع السلام على سيد الأنام والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الخلق كما يصل القديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلوا Yeah.
في
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa lamma nazala al-dhikru min dalil al-awsaf al-muhammadiyati wa tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an yaj'ala sa'yahu mashkura wa fi'lihi mahmuda. وأن يكتب أعمال بالأعمال المقبولة والتوجه بالتوجهات الخالصة وصلات موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعلاها في رحمانك بعزته تغض الرحال وتغشاها من الفيوضات والغافرات. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي عيانا لحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحمود الأكبر المخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم عن ذلك في عبادك المشاكيك وشي الشرك لأهل بلادي سيد الكونين وأشرف الأقرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل المنصورين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك لشرف مقامه العظيم أن تلهزنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تأمرنا في جميع أقوالنا وتقربنا في جميع رعايتك ورصيد في قايتك وأن تقربنا من شرف القلوب إليك وإلى هذا العبيد غاية وتتقبل منا ما تعرضنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولأهلك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أجمعا في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا. آمين. وسنونا جميلة هي وسيلتك إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل إذا سأل والمؤمن بما أنزل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ونصره وولى وظهر وهو ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأهل أمرنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع آمين. وجميع الذين قيد من أقوى جميع طالب الشورى ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها المحمورة معنى الرسول وشف لهم قربة المغفورين واغفر بين المسلمين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين. آمين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولاة الحق في جميع الأمور والأمور. وأيدهم بتعيين من عندك ونصر على المعاندين من المكذبين والكفار واجعلنا يا ربي بالرزق العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالرزق العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالرزق العظيم من جميع البلايا من الذنوب والخطايا
صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لنجزا سلام الله والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.